السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. اليوم متوجهين إن شاء الله إلى المدينة المنورة على الخطوط الجوية الجلوبر اللي هي العالمية للطيران، وجهتها إلى المدينة المنورة إن شاء الله. نتواصل وياكم حال ما نوصل بإذن الله إن شاء الله. وصلنا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. الحمد لله والشكر على سلامة الوصول. هذا هو المطار. هذا خالين سايد وسطي للي ما يقدرون يمشون، فخالين هذا الكهربائي يقطعون به مشوار. هذا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. وصلنا إلى المدينة المنورة إن شاء الله. السلامة لكل حجاجنا. هاي فقرة كلش لطيفة داخل المطار حتى توفر التعب على المسافر المعتمر والحاج. خالين هذا السايد ممشى كهربائي، شو اللي ما يقدر يمشي فيستخدم هذا يوصله إلى نقطة ويبدي الآخر وهكذا. وصلنا إلى استلام الجنط من هذا المكان. من بعدها نطلع إلى نستلم الباص ونطلع على الفندق إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة علوية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. طلنا عليكم بالفيديوهات ما نزلنا هاي الفترة كلها. الحمد لله والشكر. هذا الموسم أول رحلة متوجهين بها لأداء مناسك العمرة المفردة. الآن حاليا احنا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. وصلنا هذا الوقت ساعة 9:10 تقريبا. متوجهين بس نكمل إجراءات ونتوجه إلى الفندق. فندقنا محراب طيبة مركزية جنوبية، يعني صف أول على الحرم النبوي الشريف إن شاء الله. وما نسيناكم من صالح الزيارة والدعاء. نسأل الله يقضي حوائجكم وحوائج المحتاجين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله يحفظكم جميعا. هذا هو المطار، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. إن شاء الله نتواصل وياكم بعد إن شاء الله. الوقت هسه بس إجراءات نكملها ربع ساعة 10 دقائق نتوكل على الله. الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة. اللهم إن شاء الله بس قسم السكن نصعد لكم مي للغرف ونجدد الوضوء إن شاء الله. احنا عندنا وقت يعني بين ما نستلم السكن. هسه الساعة بيش تقريبا ساعة 10.
هذا طبعا المكان اللي نصوره هو من شبابيك الغرف، على اعتبار الفندق هو صف أول مقابل الحرم النبوي الشريف. دائما أنا أسكن به هذا الفندق لقرب على الحرم، لمستوى، لنظافته، مستوى الطعام اللي يقدموه. فلعم الأغلب برحلاتي دائما أسكن بهذا الفندق اللي هو اسمه المحراب طيبة. فشوفوا القرب، المسافة 100 متر بينه وبين الحرم، هاي الحرم ظاهر قدامكم. واحنا دائما طبعا نحرص على انه يكون المعتمر يكون يعني مرتاح بسكنه، والخدمه اللي يقدمها بالمدينه، سواء بالمدينه ولا بمكه. ان شاء الله نسال الله من فضله انه ييسر اموركم ويقضي حوائجكم وحوائج المحتاجين ويرحم امواتكم جميعا ببركه الصلاه على محمد وال محمد، والتوفيق لنا ولكم جميعا، ويرزقكم حج بيته الحرام ان شاء الله. الله يحفظكم جميعا. دا أتابع التعليقات مال يعني متابعينا ويسألونا على الرحلة القادمة. احنا دائما يعني نخلي شيء مثلا متوقع، يعني زايد يوم ناقص يوم حسب الظروف، حسب المتاح بالنسبة للطيران، المتاح بالنسبة للغرف. فعلى العموم الرحلة الجاية هي بتاريخ 20/10، احنا نتأمل هذا، زايد يوم ناقص يوم إن شاء الله حسب الظرف المتاح، لكن هو هذا المتوقع 20/10. الكلها في وقتها تعلن، لكن مبدئيا نقول 1200 دولار. هسه ايش قد العراقي يتأثر بالدولار صاعد نازل، احنا ما نقدر نقول هالقد بالعراقي، لكن 1200 دولار يعني احنا أصل التسديد مالتنا على الطيران على البرامج كل هذا هو حول دولار إلى ريال. فبالنتيجة يكون احنا في وقتها، بس نقول انه مبدئيا 1200 دولار ان شاء الله، اقل نعلن عنها في يعني هذا كله في وقته ان شاء الله. وبالنسبة لسكن مكة دائما نحرص على انه يكون مثلا على المقتربات، وان كان المقتربات ما عادت يعني تكون نحصلها يعني دائما، فنضطر الى انه ناخذ سكن يعني خارج المركزية، لكن بمستوى ال4 نجوم، سيارات دقيقتين ونص 3 دقائق بالزايد هي يم الحرم. وهاي احنا تهمنا يعني سمعتنا، احنا ما نريد نقول على المقتربات وبعدين نسكن خارج المركزية ونسيء سمعتنا وللمعتمرين اللي يجون ويانا ومتابعينا. لا، دائما اللي يجون وياي يعرفون انه هذا سكني. نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله يحفظكم جميعا ويحفظ العراق وأهله، يبارك بكم.